مرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء في هذه الأيام الصعبة وهذه الأيام الحزينة في تونس. ربما لم تعرف تونس مرحلة دقيقة مثل هذه المرحلة التي تعيشها اليوم، ولكن أطمئن كل التونسيين والتونسيات على أن مؤسسات الدولة ستستمر، وأن الجيش التونسي الوطني قواتنا المسلحة العسكرية قادرة على التصدي لكل محاولات الإرباك، فضلا عن هذه المحاولات الإرهابية اليائسة. سقط ضحايا من قواتنا الأمنية اليوم، سقطوا وهم يؤدون الواجب متجهين في موكب رسمي، ولكن لن ننساهم أبدا، ولن ننسى كل شهدائنا من قواتنا المسلحة ومن قواتنا الأمنية، وستتم الإحاطة بعائلاتهم وبالجرحى، وتم الأمر بنقل الجرحى إن كان بالإمكان نقلهم إلى المستشفى العسكري صباح هذا اليوم. تواترت الأحداث بسرعة تبعث على التساؤل، ولكن التساؤلات حول تواتر هذه الأحداث نعرف أجوبتها. يتساءل الكثير من المواطنين عن الأوضاع. الشعب التونسي يعرف جيدا ما يحصل وقادر على فهم جملة من الأوضاع. تواترت الأحداث بسرعة تؤدي إلى التساؤل: ماذا يحدث اليوم في تونس؟ بعض هذه الأحداث طبيعي، ولكن بعضها الآخر مقصود وتم الترتيب له بهدف إرباك مؤسسات الدولة. وليطمئن التونسيون كلهم أن الدولة قائمة برجالها ونسائها، بقواتها المسلحة العسكرية وبقواتها المسلحة الأمنية، وسيثبت التاريخ من هو الوطني ومن هو الذي انخرط في هذه الشبكات الإجرامية، من هو الخائن لهذا الوطن ويسعى إلى ضربه من الداخل، ومن هو الوطني الصادق الذي يعمل على الحفاظ على الدولة التونسية. الدولة التونسية لن تسقط مهما فعلوا ومهما رتبوا ومهما ارتكبوا من جرائم. صحيح يسقط ضحايا أبرياء، صحيح تتعطل بعض المرافق العمومية، ولكن الدولة التونسية ستستمر بأكثر قوة. هناك ظاهرة طبيعية أو بعض الاحتجاجات طبيعية، تقريبا نفس الاحتجاجات التي بدأت في ديسمبر من سنة 10 و2000. الشعب التونسي ما زال يطالب بعد 10 سنوات بنفس المطالب التي رفعها في ديسمبر من سنة 10 و2000. حقه في الحرية وفي الشغل وفي الكرامة الوطنية هي نفس المطالب، دليل على إفلاس الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، دليل
على أن ما تم خلال هذا العقد لم يكن هو الاختيار الأسلم بالنسبة إلى التونسيين والتونسيات. نحن نحترم القانون ونحترم هذه الشرعية، بالرغم من أنها بالفعل شرعية منقوصة ولا بد من مراجعتها، لأن الشرعية لو كانت مشروعة، وهنا على من صار يردد الشرعية والمشروعية رددتها منذ أكثر من 10 سنوات. الشرعية لا تستقيم إلا إذا كانت مشروعة تعبر عن إرادة الأغلبية تعبيرا كاملا صادقا أمينا. بالرغم من نقائصها فأننا نطبق القانون وسنطبقه على الجميع بدون أن تأخذنا في الحق أي لومة لائم. نجتمع اليوم للنظر في هذه الأوضاع، ونجتمع اليوم لنوجه رسالة إلى الشعب التونسي بأن الدولة بأبطالها من قواتنا المسلحة العسكرية ومن أبطالها من قواتها المسلحة الأمنية ستحبط كل محاولات ضربها من الداخل ومن الخارج. ولا مجال في تونس للخونة الذين يريدون ضرب الدولة، لا مجال لهم في مؤسسات الدولة والقانون الذي نحترمه ونريد فرض احترامه على الجميع هو الفيصل بيننا. نجتمع اليوم لنقرأ الأحداث ولنستشرف المستقبل ولنرى الإجراءات التي تحتم المسؤولية التاريخية اتخاذها. سنتصدى لكل هذه المحاولات، ولن ترهبنا هذه الاغتيالات التي تستمر من قبل هذه الوحوش ومن يقف وراءها، وحوش كواسر تعتقد أن الدولة التونسية لقمة سائغة، ولكن أن لهم أن يطيحوا بالدولة التونسية. تاريخنا حافل بالبطولات في مواجهة الاستعمار، في الثورة على الظلم والضيم. تاريخنا حافل بالبطولات بالوطنيين الأحرار. تاريخنا حافل بقدرة الشعب التونسي على مواجهة كل هذه التحديات. سنرفع التحدي، ولن نقبل أبدا بأن يمس أحد من الدولة التونسية من يعتقد أنه قادر على ذلك فهو واهم. فليطمئن التونسيون أننا سنمسك بزمام الأمور بما يقتضيه القانون وبما تقتضيه المسؤولية التاريخية التي نتحملها. أريد من هذا المكان أن أؤكد لكل التونسيين والتونسيات ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة العسكرية من ضباط ورجال جيش، ثقتنا المطلقة في قواتنا الأمنية
للجاهزية وللوطنية ولروح المسؤولية العالية، وأريد أن أتوجه إليهم جميعا بالشكر على المجهودات التي يبذلونها في كل مكان للحفاظ على مؤسسات الدولة.